ازيكم يا جماعه عاملين ايه واهلا بيكم في فيديو جديد. ده تقريبا اهم فيديو انا هنزله اصلا على الشانل هنا، لان النهارده هنتكلم على اللعبه اللي انتظرناها اكتر من 13 سنه، اكتر من 10 سنين قاعدين مستنيين اللعبه دي ان هي تنزل. وتعالوا بقى نبدا على طول. اول حاجه لازم تعرفوها، اللعبه هتنزل امتى؟ اللعبه هتنزل رسميا يوم 19 نوفمبر 2026. الحاجه بقى اللي اتخضينا منها على طول اول ما عرفناها ان جي تي اي 6 رسميا هتنزل على البلاي ستيشن 5، على الاكس بوكس سيريز اكس والاكس بوكس سيريز اس، ومش هتنزل على البي سي، مش هتنزل على الكمبيوتر. ودي اكبر صدمه كلنا شفناها، بس هي مش صدمه قوي لان احنا كلنا كنا متوقعين ان ده هيحصل، لان ده اللي حصل برضو مع جي تي اي 5. انتوا لازم برضو تفهموا حاجه يا جماعه، اي لعبه هتنزل على البي سي هينزل لها بقى كراكت فيرجن، هينزل لها حاجات ممكن تنزلوها مودز، اللعبه هتتبهدل تماما، وهما مش هيكسبوا فلوس من بعد ما دفعوا فيها اكتر من 2 مليار دولار. انتوا متخيلين يعني ايه لعبه جي تي اي 6 بتساوي اكتر من برج خليفه لما صنعوا برج خليفه؟ دي لعبه للتاريخ، لعبه هتدخل التاريخ من اوسع ابواب. فهم مش هيفرطوا في كميه السيلز وكميه البروفيت وكميه الفلوس اللي هتجيلهم من اللعبه دي عشان بس ينزلوها على البي سي. هي هتنزل على البي سي ولكن مش دلوقتي، حاليا هتنزل على الكونسولز فقط لا غير. فلازم بقى تخلوا بالكم يا جماعه، لو انتوا هتجيبوها مثلا من ويب سايت، اي ويب سايت اونلاين، لو شفت ويب سايت بيقول لك بري اوردر مثلا او اشتريها دلوقتي للبي سي، ما تشتروش يا جماعه، دي نصبايه كبيره جدا، فخلوا بالكم من الموضوع ده. تاني حاجه لازم تعرفوها هي سعر اللعبه. اللعبه هتنزل بنسختين حاليا، النسخه الاولى هي النسخه العاديه او النسخه الستاندرد، وهي هتبقى ب 80 دولار امريكي. طبعا هتختلف سعرها شويه في المتجر اللي هو الاوروبي او المتجر السعودي او ولكن رسميا هي هتبقى ب 80 دولار امريكي. والنسخه الالتيميت هي النسخه الكبيره اللي المهمه هتنزل ب 100 دولار. اشتري بقى انهي واحده فيهم يا عمر؟ هنتكلم في الموضوع ده بعدين، تعالوا بس نكمل الفيديو وهنشوف انهي احسن وانهي تشتريها. ثالث حاجه بقى، تخلي بالك من النسخه الفيزيكال. يعني لو هتروح اي محل بيبيع العاب وهتعمل لها بري اوردر من المحل ده، توقع ان انت مش هتاخدها سيديهايه، هتاخد السيديهايه هتاخد الكفر بتاعتها بس. انت لو من محبين مثلا الناس اللي بتجمع سيديهات، انت هتاخد الكفر ده ولكن هتفتحه هتلاقوا جواه كود، فانت مش هتشتري اللعبه بالسي دي، وتقريبا اللعبه مش هتنزل لها سي دي اصلا. لان يا جماعه انتوا لازم برضو تكونوا عارفين جي تي اي 6 دي هتبقى حوالي 200 ل 300 ل 400 جيجا بايت، هتاخد مساحه مهوله، فمفيش سي دي في الدنيا هتستحمل كل ده. هيضطروا يجيب لك مثلا 6 سيديهات مثلا، تقعد تحط واحده والثانيه والثالثه والرابعه. فهم ريحوا نفسهم وقالوا هو كود هتنزل منه وهتضطر ان انت تنزلها من الانترنت. بص بقى وركز في اللي انا هقوله لك ده، لو عملت طلب مسبق او اللي هو البري اوردر قبل 20 نوفمبر 2026 هتاخد باقه اسمها فينتج فايس سيتي، ودي باقه معموله كتحيه لجو فايس سيتي القديم اللي احنا كنا عارفينه. الباقه بقى هيبقى فيها عربيه كلاسيكيه وجراج ولبس وقصات شعر وسكن للسلاح. فهل ده سبب كافي ان انت تعمل لها بري اوردر؟ بص، انت لو كده كده جاي الفيديو ده وفتحته، فانت كده كده هتروح تشتري اللعبه، فطالما هتشتري اللعبه كده كده اللعبه مش هتبقى ارخص من كده. يعني هو حاليا البري اوردر اللي انت هتدفعه دلوقتي في الطلب المسبق، او الفلوس اللي انت هتدفعها في الطلب المسبق في الستاندرد او في الالتيميت ايا كان، هي كده كده مش هترخص بعدين، وهيفوتك الهايب وهيفوتك حاجات كتير. فمن الاخر لو انت عايز تجيبها او لو انت اصلا مقرر ان انت عايز تجيب اللعبه، فالاحسن تعمل شراء مسبق او اللي هو البري اوردر عشان تستغل الحاجات اللي ممكن تجي لك مع البري اوردر. ولكن البارت بقى اللي جاي والجزء اللي جاي من الفيديو ده لازم تركزوا فيه كويس جدا، لان اي حد هيعمل طلب مسبق او اي حد هيعمل بري اوردر هيجيله حاجه اسمها باقة جي تي اي بلس، سبسكريبشن جي تي اي بلس. ودي باقة او دي حاجة بتيجي مع البري اوردر ايا كان الستاندرد او ايا كان حتى الالتيميت، هيجي في الاثنين النسختين، هيجي لك حاجة اسمها جي تي اي بلس. جي تي اي بلس دي عبارة عن ايه؟ هي باقة بيديك بقى مميزات في جي تي اي زي فلوس بتجيلك شهرية، خصومات، محتوى اضافي، ومكتبة العاب من روك. ولكن لازم تركز قوي لان جي تي اي بلس دي هتجيلك شهر واحد فقط مجاني، وبعد كده هيقعدوا يسحبوا من الكارت بتاعك فلوس. فانت لو عملت شراء مسبق من دلوقتي اعمل الارم في شهر 12 2012 او 19 12 ان انت تلغي قبلها بيوم الاشتراك ده، علشان ما يجوش في شهر 12 ويسحبوا منك شهر كمان شهر كمان في شهر كمان. هم
ويدولك شهر الاولاني بس هو اللي فري. سادسا بقى، وهو اهم سؤال كل الناس بتساله دلوقتي، هل يا عمر اللعبه دي هتنزل منها اونلاين؟ يعني هل جي تي اي 6 فيها اونلاين، جي تي اي 6 اونلاين زي جي تي اي 5 اونلاين؟ بصوا، في مشكله دلوقتي كل الناس مش فاهماها. حاليا لما بتيجي تعمل شراء مسبق او اللي هو البري اوردر من على اي كونسول او اي جهاز، هتلاقي اللعبه مصنفه 1 بلاير جيم، يعني لعبه فقط، يعني قصه فقط لا غير. انت بتلعب قصه فقط لا غير، ما فيهاش اونلاين، حتى مكتوب نو اونلاين مود او اوفلاين مود، يعني هي انت ما ينفعش تلعبها اونلاين. ولكن خاصيه الاونلاين لحد دلوقتي هي كده هيحطوا خاصيه الاونلاين، بس احنا مش عارفين هيحطوها ازاي. هل هيحطوها اول ما اللعبه تنزل على طول، ولا هل هتبقى لعبه تانية خالص بتشتريها لوحدها بعيدا عن جي تي اي 6 اللي احنا هنشتريها دي، ولا هل هي هتبقى اضافه للعبه؟ كل الاسئله دي احنا لسه ما عندناش عندها اجابه. هو الحاجه الوحيده اللي احنا عندنا اجابه فيها ان هم حاليا مركزين على قصه اللعبه، هم عايزين يعملوا لعبه بقصه خرافيه. وده يوصلنا للجزء اللي جاي اللي هنتكلم عنه، وهو قصه اللعبه. القصه المره دي بتدور حوالين شخصين اتنين، جيسون ولوسيا، والكيمياء اللي ما بينهم واضحه قوي ان هي مستوحاه من قصص اتنين مجرمين ضد العالم. لوسيا خارجه من السجن وعايزه تبدا حياه جديده، وجيسون عايش في عالم مليان مجرمين ونصابين ومهربين. ولما عملية بسيطة بتبوظ، الاتنين بيلاقوا نفسهم داخلين في يعني مؤامرة كبيرة جدا في ولاية ليونيدا. ودي نقطة مهمة جدا، جي تي اي 6 مش بس لعبة عربيات وتسرق عربية وتجري ومش عارف ايه، لا هي اكبر من كده بكتير، هي بقت لعبة كبيرة جدا. روكستار واضح ان هي مركزة على القصة قوي، عايزة تعمل قصة جريمة كبيرة فيها علاقة بين شخصيتين، فيها ثقة وخيانة ومطاردات ومشاكل مستوى على مستوى اللعبة كلها. يعني لو انت بتحب قصص جي تي اي كلها اللي فاتت دي، انت هتعشق القصة دي. اللي بعده بقى العالم والخريطة. العالم والخريطة، اللعبة دي مهولة. انت عارف ان انت في فاكت دلوقتي نزلت ان انت لو خدت الشخصية بتاعتك ومشيت بيها من اول الماب، من اول الخريطة لحد اخرها، هتاخد في وقتنا في الوقت الحقيقي هتاخد 30 دقيقة في الوقت الحقيقي في العالم الحقيقي علشان توصل من هنا لهنا. انت متخيل يعني ايه تاخد نص ساعة عشان تخلص ماب كاملة من تمشية بس من هنا لهنا؟ انت بتتكلم عن عالم كبير قوي فيه شواطئ، مستنقعات، طرق، حياة برية، زحمة، نوادي، عصابات، سوشيال ميديا ودي هنرجع لها تاني، وناس مجانين في كل حتة. طبعا انتوا شفتونا، انا لسه بتكلم دلوقتي على السوشيال ميديا وقلت لكم السوشيال ميديا هتبقى حاجة كبيرة جدا. انت دلوقتي هتقدر تمسك موبايلك وتشوف، تفتح السوشيال ميديا وتدور على الحاجات اللي هي الفايرال، ولو عملت جريمة، الجريمة بتاعتك ممكن تتصور على السوشيال ميديا وتبقى مفايرالة، يعني كل الناس تشوفها على السوشيال ميديا وتتفرج عليها. انت كأنك عايش سيميوليشن، عايش حياة حقيقية. تعال بقى اقول لك شوية فاكتس عن اللعبة دي هتجننك. اصلا اللعبة متوقع منها في اول 24 ساعة ان هم هيجي لهم مليار دولار امريكي، وهم اصلا دفعوا فيها 2 مليار دولار علشان يعملوا اللعبة. ففي 24 ساعة بس يجيبوا نص الثمن اللي هم دفعوا فيه اللعبة دي كلها، ده خيالي. لدرجة ان هم اصلا مستنيين انه على مدار السنين كلها هيكسبوا من ورا اللعبة دي ما يقارب 10 مليار دولار. اللعبة دي يا جماعة مش قليلة ولا صغيرة ولا هينة، ده بروجكت كامل تعبوا عليه سنين وسنين عشان يجيبوه لنا، واجلوها اكتر من مرة علشان عارفين انه اي غلطة واحدة هتتحسب عليهم. تاني فاكت ان 65% من المباني كلها اللي في اللعبة تقدر تدخلها وتستخدمها وتطلعها. طبعا ده ما كانش موجود في جي تي اي القديمة. جي تي اي القديمة كان في مباني كتير جدا، تيجي ناحية الباب تلاقي الباب مقفول. لا انت دلوقتي 65%، يعني اكتر من نص الخريطة كلها تقدر تدخلها. اجمل بقى حاجة الفيزيكال تشينجز. يعني ايه الفيزيكال تشينجز؟ يعني لو انت اصلا اللي بتروح بتاكل كتير وبتدخل مطاعم كتير وبتاكل حاجات كتير، ده هيغير حاجات في جسمك. هتلاقي الشخصية بتاعتك تخنت وبقت بطيئة في الجري وبقت مش مهتمة بنفسها. فانت لو اهتميت بالشخصية بتاعتك وظبطت الدايت بتاعها، كأنك عايش في الحقيقة بالظبط. انا عمري ما شفت في حياتي لعبة كده بالطريقة دي. طبعا لأول مرة هيبقى في حاجة اسمها سمارت كوبس، يعني ضباط اذكياء. يعني الضباط دلوقتي او الشرطة لما تيجي تجري وراك في اي مثلا مطاردة، هيبقوا اذكياء جدا، مش هيبقوا بس شوية عربيات بتجري وراك وبيدوروا عليك وبيعملوا شوية اي حاجة علشان يوصلوا لك. فوق ده كمان هيبقى عندنا AI في الام بي سيز. الام بي سي زي ما احنا عارفين دي الشخصيات اللي هي بتبقى ماشية في الشوارع كده، هيبقوا دلوقتي فيهم AI لدرجة ان هو تقدر تتعامل معاهم بكذا طريقة وبكذا شكل، وهيبقوا فاهمينك وقادر تتعامل معاهم بطريقة كأنك عايش في الحقيقة. لو دمرت بقى شوارع في اللعبة، التدمير اللي انت هتعمله في الشارع ده هيفضل معاك كذا
يوم، يعني مثلًا لو قفلت اللعبة وجيت تاني يوم تفتح اللعبة هتلاقي الدمار اللي أنت عملته امبارح هو لسه موجود زي ما هو. اللعبة دي يا جماعة واحدة من أقوى الألعاب اللي هتنزل في العالم، علشان كده أنتم مش متخيلين الhype. طبعًا الناس ممكن تقعد تسأل نفسها يا عمر هو إيه كمية الhype اللي معمول على اللعبة دي على الفاضي؟ لأ هو مش على الفاضي، اللعبة دي هتبقى خرافية، وأنا جايب لك بقى فرصة تكسب اللعبة دي نسخة من الألتيميت باختيار الكونسول بتاعك، تختار الكونسول بتاعك وتكسبها. هاقول لك بقى إزاي في آخر الفيديو. دلوقتي تعالَ بس أمّا أقول لك أنت لو عايز تيجي تختار ما بين النسخة العادية الستاندرد والنسخة الألتيميت وعايز تشتري واحدة منهم ومش عارف تختار أنهي، تعالَ بقى أمّا أقول لك إيه الأحسن وإيه اللي المفروض تختاره. طبعًا أنا مش هانكر إن $80 ده كتير جدًا، جدًا، جدًا كمبلغ، و$100 يعني رقم مهول، ففي ناس كتيرة أوي بالنسبة لهم يعني هيستحرموا إن هم يدفعوا $100 في لعبة، وده أنا أتفهمه جدًا. وعلى فكرة أنت مش هيفوتك حاجات كتير أوي لو اشتريت الستاندرد فيرجن منها، يعني الفرق الوحيد اللي ما بينهم هما الاتنين إن الألتيميت هتقدر تدخل فيها مباني مختلفة عن الناس العادية، يعني في قصات شعر تقدر تعملها في الألتيميت ما تقدرش تعملها في العادية، في عربيات معينة تقدر تستخدمها في الألتيميت ما تقدرش تستخدمها في العادية، في مباني تقدر تدخلها في الألتيميت في العادية ما تقدرش. بس ده مش هيدمر لك اللعبة، هو هيحسنها بكتير طبعًا، وهتحس إن أنت داخل الحياة زي كل الناس وتقدر تخدم حاجات كتير أوي في اللعبة مفتوحة لك، ولكن في نفس الوقت أنت برضه مش هيفوتك كتير لو أنت ما جبتش الألتيميت وجبت العادية. في الأول وفي الآخر هي نفس اللعبة، في الأول وفي الآخر هي شوية حاجات بس اللي أنت مش هتقدر تستخدمهم ولا هتجيبهم، ولكن لو عندك الفرصة تقدر تشتري الاتنين وما عندكش مشكلة إنك تشتري واحدة منهم، فأنا أختار لك الألتيميت الصراحة، لأن الألتيميت مش بس زي ما باقول لك هتدّي لك skins وهتدّي لك حاجات مختلفة وهتدّي لك قصات شعر مختلفة مش هتقدر تعملها في العادي، لأ أنت كمان في مباني معينة وحاجات معينة زي missions وحاجات مختلفة هتلاقيها كتيرة جوه اللعبة، فأنا دايمًا أرجح لكم تشتروا الألتيميت. دلوقتي في مشكلة إن لو دخلتوا على المتجر بتاع قطر، بحرين، عمان، الكويت أو لبنان مش هتلاقي اللعبة، لأن اللعبة اتمنعت رسميًا في ال5 بلاد العربية دي. البلد الوحيدة العربية اللي المتجر بتاعها مفتوح دلوقتي هي السعودية، ومفتوح لفوق ال21 سنة، ما تقدرش لو أنت تحت الأكونت بتاعك تحت 21 سنة ما تقدرش تجيبها. طب أنا أعمل إيه يا عمر؟ هتغير المتجر بتاعك بكل سهولة وهتختار أي متجر تاني مختلف وتشتري منه اللعبة لو أنت في واحد من ال5 بلاد دي. طبعًا أنا بالنسبة لي لو أنت بصراحة تحت ال18 سنة فبلاش تشتري اللعبة، لأن اللعبة فيها بلاوي كتير جدًا، يعني بالنسبة لو أنت تحت 18 سنة هتبقى كتيرة جدًا وهتبقى كبيرة جدًا، فأنا ما أرجحش أي حد تحت 18 سنة وباقول أهو يشتري اللعبة دي عشان اللعبة دي هيبقى فيها حاجات فوق 18 سنة ومش هتبقى كويسة. طيب ووصلنا بقى دلوقتي لآخر الفيديو. عمر هنكسب النسخة الألتيميت ديّة إزاي؟ أنا فاتح الفرصة دي لحد شهر 8 أو بمعنى أصح لأواخر 8 اللي هو 1/9. في الوقت ده أنا هانزّل لكم مين اللي هيكسب. طيب تدخل إزاي في المسابقة دي؟ كل اللي عليك هتعمله إنك تكون عامل لايك وعامل سبسكرايب للقناة هنا وتكتب في الكومنتس إيه الكونسول اللي أنت عايز اللعبة عليه، عايزه إكس بوكس والّا عايزه بلاي ستيشن، وأهم حاجة تشارك بالكومنتس في الفيديوهات اللي جاية كلها، لأن أنا هارجع للفيديو هنا وأبقى أشوف في الليستة أشوف مين اللي كتب الكونسول اللي هو عايزه، وأشوف لو هو مشارك معانا في القناة هابعتها له بنفسي، وفي شهر 9 كده إن شاء الله هاحاول أوصل للي هيكسب النسخة دي، وهنعمل فيديو مع بعض عن GTA 6 في شهر 11 أول ما تنزل. ما تنسوش تقولوا لي أنهي كونسول بتستخدموه في الكومنتس وتشاركوا في الفيديوهات اللي جاية. أشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة و see you later.